بمشاركة 187 دولة، افتتح وزير السياحة المصري يحيى راشد الجناح المصري ببورصة السياحة ببرلين، الذي يضم 80 عارضا مصريا ممثلين عن أهم الشركات والفنادق السياحية في مصر. السياحة المصرية سياحة دايفرسيفايد، فيها مقاصد كتيرة جدا وفيها أغراض كتيرة جدا، وبالتأكيد أن السياحة العلاجية أحد أنماط السياحة اللي احنا عايزين نقدمها إلى السوق السياحة العالمي. ده طبعا زائد رحلة العائلة المقدسة، وهي أحد برامج اللي احنا بنهدف ان احنا نخرجها خلال الفترات القادمة. ولكن طبعا احنا بنقول برضو السياحة الثقافية لها دور مهم جدا. سياحة الشواطئ، مصر مليئة ومتعددة الأغراض للسياحة. الطيران عامل مؤثر جدا في السياحة، واحنا موجودين هنا كلنا لدعم السياحة بتاعتنا كفريق عمل. بنشتغل كلنا كتيم ان احنا نطلع بأفضل النتائج من البورصة او من شركتنا في الفعاليات اللي موجودة هنا، وجايين ندعم وزارة السياحة والسياحة ونشوف احنا ممكن نفيد او نساعد في ايه في هذا الموضوع كفريق عمل مع بعض. وتعد بورصة السياحة ببرلين أكبر سوق سياحي على مستوى العالم، والذي تقام في دورته 51، حيث تستقبل زائريها من مختلف دول العالم. الألمان بيعشقوا البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة ومرسى علم، والجالية الألمانية موجودة فعلا عندنا، والمدرسة الألماني وفرع الجامعة برلين موجود عندنا في الجونة، ففي ارتباط وثيق ما بين الشعب الألماني وبين البحر الأحمر. إن شاء الله هذا العام احنا عندنا بداية قوية للغاية. يعني شهر يناير من هذا العام شهد 20% زيادة في عدد السياح الألمان إلى مصر بالمقارنة بشهر يناير من العام المنصرم من عام 2016. فإن شاء الله نأمل أن هذا الترند أو هذا التوجه يستمر. وتعتبر السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء من أهم المقاصد السياحية التي تطلع بها مصر هذا العام. فرع من أفرع السياحة هي السياحة العلاجية. أنا أود أن أنا أتحدث فيه. كويس إنك فتحت هذا الموضوع، لأن أنا عاملين مؤتمر من 23 ل 25 حاجتين له كل الإمكانيات، داعيين له شركات سياحة من الخارج، داعيين بروفيسورات كبار جايين يتكلموا، متصلين بالفضائيات ومراسلين أجانب، عشان إن شاء الله المؤتمر ده هيبقى في شرم الشيخ يوم 23. احنا كنا عاملين مؤتمر صحفي عنه الخميس اللي فات. كل دوت من أجل إن احنا نرفع برانش معين من مقاصد السياحة. إذا المؤشرات كلها بتقول إن السوق الألماني راجع وراجع بقوة. الحجوزات مبشرة جدا بالخير. في شركات كتير جدا كانت مش شغالة الصيف اللي فات زي طول العالمية اشتغلت السنة دي إن شاء الله في الصيف. هذا وقد أشاد الجانب الألماني بزيارة المستشارة الألمانية ميركل لمصر، واعتبر الزيارة إشارة واضحة على أمن واستقرار مصر. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass die Menschen in Deutschland davon überzeugt sind, dass Ägypten ein sicheres Reiseland ist. Also ich glaube bestimmt, dass der Besuch von Kanzlerin Merkel auch ein positives Signal gerade für die deutschen Touristen ist. 655 ألف سائح زاروا مصر خلال العام المنصرم، مع توقعات بتخطي حاجز المليون سائح خلال العام الجاري، بعد زيارة المستشارة الألمانية ميركل وتوافد عدد من نجوم الكرة والفنانين على المقاصد السياحية المصرية. يحمل جميعا رسالة مفادها ادخلوها بسلام آمنين. إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين. 655 ألف سائح زاروا مصر خلال العام المنصرم، مع توقعات بتخطي حاجز المليون سائح خلال العام الجاري، بعد زيارة المستشارة الألمانية ميركل وتوافد عدد كبير من نجوم الكرة والفنانين على المقاصد السياحية المصرية، ليحملوا جميعا رسالة مفادها ادخلوها بسلام آمنين. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين.